اطوال كلها بتتقدم للامام. هنشوف اتلعبت كرة في القلب على طول، ضربة راسية وجول. جول 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 جول، هدف اول. تعادل الاهلي 1-1 مع بتروجيت النهارده قلب موازين الدوري تماما، واللي استفاد اكتر من اي حد الزمالك دلوقتي عنده 18 نقطة، يعني فوزه بكره على البنك الاهلي هيوصله ل 21 نقطة، وساعتها يقلل الفارق مع سيراميكا المتصدر لنقطتين بس، ومع الاهلي لنقطة واحدة. يعني ببساطة ماتش بكره مش مجرد 3 نقط وخلاص، دي مباراة مصيرية هتحدد فرص الزمالك في المنافسة. الزمالك لازم يدخل اللقاء بكل تركيز، لان اي تعادل او خسارة لا قدر الله هترجعه خطوات ورا، خصوصا ان الاهلي ادانا هدية النهارده، والفرصة دي مش هتتكرر كتير. لو الزمالك استغل تعثر الاهلي هيولع الدوري ويقلب الترابيزة على الكل. سؤالي ليك، هل شايف الزمالك يقدر يفوز بكره ويصحح المسار، ولا البنك الاهلي هيبقى ليه رأي تاني؟ مستني رأيكم في الكومنتات.